ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. أخبارنا زي ما احنا عارفين تخص أهلي، تخص زمالك، تخص رياضة خاصة كرة القدم. وكالعادة بقول لك إن العنوان هتلاقيه هو المحتوى، مش بعمل عنوان عشان يجذبك عشان تعمل مشاهدات وخلاص. فإذا عجبك المحتوى اعملي لايك وشير واشترك في القناة إذا ما كنتش مشترك. ومش هطول عليك، وبعتذر عن انا بقالي فتره ما عملتش فيديوهات لان كنت تعبان شويه، والحمد لله. وعشان ما اطولش عليك كتير هقول لك ايه الاخبار اللي معانا. اخبار اللي معانا هقول لك مين اللعيبه اللي استبعدهم كولر من مباراه السوبر الافريقي وليه. لان طبعا الايام دي لا صوت يعلو على صوت السوبر الافريقي بما ان هو اللي باقي عشان يفرحنا. وليه استبعدهم كولر هقول لك الاسباب. وبرضه هنرد على كابتن حازم امام في كلامه عن الاهلي، وهنرد على كابتن رضا بعال في كلامه عن المهاجم الجديد للاهلي. ومعانا اخبار المديونيه بتاعت نادي الزمالك لاستاد القاهره وهيعمل فيها ايه. وكمان هل الزمالك هيدفع مستحقات اللعيبه الاجانب ولا لا. ومعانا الصحف الانجليزيه قالت ايه عن مباراتنا مع تونس، وقالت ايه عن الاحتفال اللي عمله لعيبه تونس عشان يستفزوا محمد صلاح. وبما ان زي ما قلت لك لا صوت يعلو فوق صوت السوبر الافريقي، هنبدا باخبار الاهلي. بس قبل ما ابدا باخبار الاهلي وكمل لي بس الفيديو للاخر، هتعرف اخبار جديده. لازم ارد الاول على كابتن حازم امام وكابتن رضا عبعال. كابتن حازم امام بعد مباراه مصر وتونس قال تصريح، قال ان الظروف في المعسكر الحالي لم تكن مثاليه، وهناك غيابات عديدة. أولا الظروف لم تكن مثالية، دي مش بتاعتنا كجمهور، دي بتاعت حضرتك. انت اللي المفروض تهيئ ظروف مثالية زي ما حضرتك بتقول. المفروض ده بتاعتكم انتوا مش بتاعتنا احنا. احنا كجمهور يهمنا المنتخب ينزل يلعب كويس، المدرب يدير المباراة كويس، وده ما حصلش واتغلبنا 3-1. وهناك غيابات عديدة، طبعا بيتكلم على غيابات الأهلي. طيب هنكمل. اللاعبون الحاليون بالقائمة لم يخوضوا أي مباراة ودية قبل فترة التوقف، برضه مش مشكلتنا، دي بتاعتكم انتوا. ومن ثم تحملوا ضغطا كبيرا بلعب مباراتين في غضون أيام قليلة، برضه بتاعتكم مش بتاعتنا احنا. احنا كجمهور مش بتاعتنا، حضرتك اللي بتدير مش احنا. وأضاف: أتمنى مستقبلا أن يكون منتخب مصر هو الأهم لدى الجميع. هو طبعا منتخب مصر أهم من الأهلي وأهم من الزمالك وأهم من كله. هو بيرمي طبعا على لعيبه منتخب لعيبه الاهلي اللي فيتوريا سابهم عشان بطوله السوبر الافريقي. طب التصريح ده ما سمعناهوش ليه لما لعيبه الزمالك برضو سمحوا لهم يروحوا يلعبوا ماتش في دور 64 في افريقيا مع فرقه مجهوله الهويه، وبرضو ما لعبوش، ما سابوا منتخب مصر. طب ما تقالوش ليه في كاس لوسيل لعيبه الزمالك لما سبتوهم برضو يروحوا سابوا منتخب مصر؟ بنتعامل ليه بازدواجيه؟ ده بالنسبه لكابتن حازم امام. طيب بالنسبه لكابتن رضا عبد العال، قال لك ان اللاعب ده 35 سنه اللي هو موديست، ومش هيدي كتير ومش هيفشل. احنا طبعا متعودين كده من كابتن رضا. كولر مدرب بيشحت كوره والالفاظ اللي احنا عارفينها دي، ومش هيأدي وبيعملش، والراجل خد 5 بطولات. تمام. فماشي يعني مش هنعتبر ما سمعناش الكلام دوت. بس انا عاوز اقول لك ان كل اللعيبه اللي السعوديه جابتها دي كلها فوق ال 30 سنه وبيأدوا. عاوز اقول لك ان كابتن شيكابالا، بما انك زملكاوي يعني، ان كابتن شيكابالا عنده 37 سنه وما سمعناكش بتقول الكلام ده عليه. طيب ما علينا، هسيبها لحضراتكم في التعليقات. نيجي بقى لايه، لاخبار الاهلي. زي ما قلنا لا صوت يعلو فوق صوت السوبر الافريقي، خاصه بعد ما احنا تمنينا بهزيمه من تونس وخدنا هزيمه من تونس 3-1. فباقي الاهلي خاصه لينا احنا كاهلاويه عشان نفوز او نفرح يعني. والمفروض ان ده برضو ماتش يخص كل المصريين، فان شاء الله نفرح كلنا كمصريين بفوز الاهلي وتحقيق بطوله جديده لكولر. يا كابتن رضا. طيب كولر واخد مين او استبعد مين الاول؟ كولر استبعد 11 لاعب، اللي هما مين؟ استبعد عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمود متولي، حمزة علاء، خالد عبد الفتاح، اكرم توفيق، كريم فؤاد، معتز محمد، ورأفت خليل، ومحمد فخري، ومحمد زعلوك. طيب ايه اسباب استبعادهم؟ جاء استبعاد السولية ومتولي وحمزة علاء بسبب الاصابة، واكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح بسبب عدم الجاهزية الفنية.
وندفد وخليل وفخري وزعلوك وخليل ومعتز لأسباب فنية. إذا دول المستبعدين. طب اللي موجودين بقى أكيد حضراتكم خلاص كده عرفتوهم. حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف. خط الدفاع كريم الدبيس، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد هاني، ورامي ربيعة. خط الوسط مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، وأحمد عبد القادر، ورضا سليم، ومحمد الضو كريستو. طبعا أكيد معانا الباقي في خط الهجوم. ده خط الوسط محمد ضو كريستو. طبعا خط الوسط اللي احنا سمعناه ده كولر بيقول ايه؟ اللي يعرف يعدي يعدي. يعني خط الوسط اللي احنا سمعناه ده بيقول لهم بقى انا ايه؟ انا جاهز. واعتقد اللي هيعدي او اللي ما فيش حد هيعدي اصلا اعتقد ان شاء الله يعني. وفي الهجوم طبعا احنا عارفين في الهجوم محمد عبد المنعم كهربا، بيرسي، صلاح محسن، انتوني موديست. انتوني موديست اللاعب الجيد، كل شويه باكد عليها، وفينشر كويس على الجون، بس احنا مش عاوزين نضغط عليه ونستنى منه كتير في اول مباراه كانه آلة مثلا فينزل يجيب اجوان على طول. لا، احنا لازم نصبر عليه شويه، واللاعب ده كويس وان شاء الله هيبقى مع الاهلي كويس، وان شاء الله يتاقلم مع اللعيبه بشكل سريع. ده بالنسبه لاخبار الاهلي. تعال اقول لك بقى على اخبار الزمالك، وبعدين اقول لك الصحف الانجليزيه قالت ايه على احتفال لاعيبه تونس قدام محمد صلاح. اخبار الزمالك بتقول ان الزمالك عليه 7 مليون مديونيه لهيئه استاد القاهره. فرئيس هيئه استاد القاهره وليد عبد الوهاب قال لنا ان الزمالك عليه 7 مليون، وتوصلوا مع الزمالك ان هو هيجدول الفلوس ديت وهيدفع 3 مليون الاول. طب 3 مليون بقى اقول لكم بالمره الزمالك هيجيبهم منين؟ الزمالك اعاره حمدي علاء لسموحه هياخد 4 مليون، هيدفع 3 مليون لهيئة استاد القاهرة، وهياخد هو مليون، وبكده يبقى خلص حمدي علاء وكسب فلوس، كسب مليون جنيه، ونهى كمان قصة محمود شبانة مع سموحة ودفع فلوس لاستاد القاهرة. ده بالنسبة للزمالك. والزمالك او هيئة استاد القاهرة قالت ان احنا هنستضيف 5 فرق او 5 فرق اللي هم الاهلي طبعا والزمالك، ورفضوا منهم الاهلي والزمالك يعني، ورفضوا يستضيفوا سيراميكا ووادي دجله. هيبقى الفرق منها الاهلي والزمالك والبنك الاهلي وفيوتشر وزد. دي الفرق اللي هيستضيفها استاد القاهره، ورفض يستضيف وادي دجله وسيراميكا اكيد عشان برضو المديونيات او الفلوس، لان استاد القاهره قال انا بتكلف 3 مليون سنويا عشان صيانه الاستاد. خبر تاني يخص الزمالك اللي هو اللعيبه الاجانب، قالوا اللي احنا على وشك خلاص اللي احنا نصرف لهم فلوسهم، لان اللعيبه اللي خدت فلوسها اللعيبه المحليين فقط. ونيجي بقى للصحف الانجليزيه وقالت ايه على احتفال لعيبه تونس للسخريه من محمد صلاح. عندنا صحيفه اسمها اول فوتبول قالت ان احتفال حنا بعل ولاعيبي تونس في اشاره الى ان نجم مانشستر يونايتد الصغير حاول السخريه من محمد صلاح في احتفاله امس. طب ليه حاول كده او ايه السبب؟ قالت لنا الكلام دوت صحيفه ذا صن الانجليزيه. قالت لنا ايه صحيفه ذا صن الانجليزيه؟ المهم قالت لنا ان حنا بعل بما انه بيلعب في مانشستر يونايتد، وطبعا ليفربول قافل على مانشستر يونايتد او حاطط عليها بلغتنا احنا على مانشستر يونايتد، وكابس على نفسهم، اخرها كان 7-0. فحنا بعل طبعا مش ناسي الحكايه دي، فما صدق تونس كسبت مصر فعملوا الاحتفال، او هو اللي حس اللعيب التاني على انهم يعملوا احتفال محمد صلاح سخريه من محمد صلاح. لكن محمد صلاح رد عليهم بكل هدوء وسلم على اللعيبه بعد المباراه، ودي اخلاق محمد صلاح برغم تحفظي على ادائه في المباراه. مش هو الاداء اللي يليق بمحمد صلاح، خايف يخش التحامات، بيمسك الكرة كتير، لكن في الاخر هو محمد صلاح. وبكده اخبارنا خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير.